انا كان قلبي حاسس. هو فين؟ هو فين؟ هو الباشا فين؟ الباشا فين؟ حد يقول لي هو فين يا جدعان؟ محمد ازيك؟ هو فين؟ الباشا فين؟ انا كان قلبي حاسس والله، انا كان قلبي حاسس. لا هو موجود، هو موجود وعملها وما قاليش والله، كان قلبي حاسس. انا شامم الريحه من بره يا باشا. يا باشا انا كان قلبي حاسس والله، ده انا شامم الريحه من بره. باشا يا حاج سيد، ازي يا حاج محمد؟ ما انت خليك في حاج محمد يا حاج سيد، يعني الراجل ده احسن مني في ايه؟ انا كان قلبي حاسس شامم الريحه وحسيت انك ده. حد قال لي ان الحاج سيد ذبح النهارده. جالنا ارخم واحد في الدنيا. حد قال لي ان الحاج سيد ذبح النهارده. اقفل يا فنان، اتفضل يا فنان. الحلويات دي ده عسل وسكر ايه ده؟ ايه الملبن ده؟ خد يا فنان. ايه ده؟ الله يا حاج، الله الله يسامحك. ما تكلمنيش. لا مش هكلمك. ده انت اخويا الكبير يا اخي. يا راجل محمد انا عايز حته، انا جعان فعلا يا حاج. اصبر بقى، ما انت سابق عمال تصور بقالك ساعه هون. انا اجيب بعد الاكل ما خلص. ما نزلتش اهون عليك. عايزين الريش نعرضها للناس. اهون عليك يا حاج. الحلويات دي هتكون والله. ما تتصلش بحبيبك. لا لولا اللي شميت الريحه من بره. هاتوا لي جلافه. على بالك يا محمد، هاتوا لي جلافه. انا يتيم يا حاج، انا يتيم الخال. ما عنديش خال. العسل لزق في الجوانت يا حاج. شوفوا بقى، والله على ما اقول شهيد. تدخل هنا المكان، انا اللي بقول لك قبل ما تطلب اكلك من شارع المعز قول له وريني شكل المطبخ، قول له وريني شكل اللحمه النيه. شكل اللحمه النيه يفرح. طب ليه؟ يا حاج في حاجه. انا جوعت خلاص والله خلص. حاول بسرعه، عايز ادخل هنا. انا اخش ده. طب ليه؟ لان الناس دي بتذبح لحمتها بايديها. لا بيجيبوا لحمه من هنا ولا بيشتروا لحمه من هنا يا باشا. انت بتيجي تلاقي البقر تتذبح يطلع منها اللحم مستوي. اللحم بيطلع مستوي من جوه البقر. هناكل يا حاج، ما تمدش ايدك على البطاطس لو سمحت. انا نفسي ادوقها البطاطس بس. وتدخل على اي مكان، لو لقيت صاحبه مادد ايده في الطبق وبياكل من الاكل اللي بيتقدم لك، كل يا باشا وفي بطنك بطيخه صيف. الراجل ده مش هيضرك. نيجي بقى نتكلم عن طعامه الاكل. انا مش فود بلوجر، بس انا عاشق للحمه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاج هنا حط الموزه وكب العسل، وانا دخلت وهو بيكب العسل. انت بتاكل حقيقي والله باكل حقيقي. انت مش هتاكل، انت هتتفرج. انا بتفرج عليه، انا جوعت. دي الريش بعمود السن. انا اوريها لكم بقى استوت وبشكلها عامل ازاي. انا مش عارف اقول لكم ايه بصراحه. يعني احنا كده هنطلع، انا عايزكم تتفرجوا. ما شاء الله. ده اسمه العسل، الشربات، المانجا، الزبده. يا ابني تعالى كده حطها كده. ما شاء الله ما شاء الله. ونحط عليها قشره العسل كده. نفركها بس كده للناس. قشره العسل كده. الله يا جدعان. احط لك كده العسل كده عليها كده. بس انا كده تمام. ماشي. شوف كده يا محمد يا فرج. الله. انا مش عارف انا اكل ازاي. انا بقيت مش عارف اكل ازاي. بسم الله بسم الله. لا حقيقي انا اول مره اكل بالعسل، بس هي عسل فعلا. عسل، سكر، شربات، مانجا، هي دي فعلا. لا دي لا حاجه، دي حاجه 13 خالص، دي حاجه 26 خالص. نقرب بقى للبطاطس. لا ايه ده؟ البطاطس متشربه من الصوص، حاجه كده انت الواحد بياكلها. هي لحمه ولا بطاطس مش عارف. الوجبه دي قالوا لي ان انت بس اللي بتعملها، انت اللي طابخها النهارده صح؟ بس دي حصريه لشارع المعز. كيفك الاختراع ده؟ هي ده مزاج الضلوع مع الريش. دي على فكره اكله الحاج محمد مخيمر. والله هو بيحب الاكله دي. الحاج محمد شكرا على الاختراع الجميل ده. هو بيحب قوي الريش. هو قطعيه اللحمه بتاعته الريش دي. بصوا، اوه ماي جاد. شارع المعز، مطعم وكافيه شارع المعز. حاجه 13 خالص. مكان يستاهل التجربه. عندك اريا 2 3 4 5 6 6 اريات. تقدر تقعد في اي اريا انت عايزها. عندك مبنى 4 ادوار، في دور كامل VIP. لو عايز زياده خصوصيه، المكان ده احلى ايطالي تاكل منه واحلى شرقي تاكل منه، على ايد شيفات من امهر الشيفات اللي موجوده في الفيوم. واتحدى اي حد يجي ياكل حته لحمه بالطريان ده اهي او بالطعامه دي. الكلام اللي بتشوفوه على اليوتيوب وعلى الفيسبوك النهارده موجود في شارع المعز. نقفل علشان انا محتاج اكل بصراحه. قط يا فنان.